السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل النساء أكثر أهل النار؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ولم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن أي تكثرن من السب والشتم ولعن من لا يجوز أن تلعنوه، وتكفرن العشير. العشير هنا هو الزوج. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم أرشد النساء إلى ما يخلصهن من النار. يعني ما قالش النساء أكثر أهل النار وسابهم كده، إنما قال إيه؟ تصدقن وأكثرن من الاستغفار، يعني كتروا من الصدقة والاستغفار، لأن السببين دول هيكونوا أعظم سبب للنجاة من النار، أو أعظم سببين للنجاة من النار بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما سألت امرأة عن سبب ذلك إن هم أكثر أهل النار، فقال: تكثرن اللعن أي السب والشتم ولعن من لا يجوز لعنه، وتكفرن العشير أي الزوج. طيب، هل فعلا النساء أكثر أهل النار؟ أجاوب لحضراتكم بكل بساطة، وأرجو حضراتكم تركزوا معايا. الراجح في هذه المسألة أن النساء أكثر أهل النار، وبرضو النساء أكثر أهل الجنة. طب ليه يا شيخ محمود؟ أقول لحضرتك لأن عدد النساء يفوق عدد الرجال بكثير. ما الدليل على ذلك؟ الدليل في علامة من علامات الساعة الصغرى، والحديث رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. مش راجل هيتجوز 50، لا، المقصود هنا العدد، إن هيبقى 50 امرأة المسؤول عنهم رجل واحد، مش هيتجوزهم، إنما هيبقى مسؤول عن 50 امرأة. فتخيلوا حضراتكم لما يكون عدد النساء لعدد الرجال في آخر الزمان، هيكون رجل أمام 50 امرأة. فلو قلنا مثلا مثال، لو دخل 3 نساء من 50 دخلوا النار، قدامهم رجل دخل النار، يبقى كده النساء أكثر أهل النار. طب الناحية التانية بقى المشرقة الجميلة، في 47 امرأة دخلوا الجنة، قدامهم رجل دخل الجنة، يبقى النساء أكثر أهل الجنة. بس ده كلام عاطفي يا شيخ محمود، احنا عايزين أدلة. طبعا عمري ما هذكر كلام عاطفي من غير أدلة، لازم أقول الأدلة بفضل الله سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ابن سيرين قال: اختصم الرجال والنساء أيهم أكثر في الجنة، وفي رواية: إما تفاخروا وإما تذاكروا. يعني قاعدين بكده بيذكروا هذه المسألة على سبيل إن هم بيناقشوا المسألة أو بيتفاخروا. النساء بتفتخر إن هم أكثر أهل الجنة، والرجال بيفتخروا إن هم أكثر أهل الجنة. قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا، الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فسألوا أبا هريرة، وهو كان من أكثر الرواه رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا أبا هريرة، فاحتج أبو هريرة على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والحديث رواه مسلم، تمام، على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب. واضح كده؟ فالحديث واضح الدلالة على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، واحتج بعضهم على أن الرجال أكثر من النساء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. طب عايزين جواب على الموضوع ده. الجواب أنه لا يلزم من كون النساء أكثر أهل النار إن هم برضو أقل ساكن الجنة. أدي لحضراتكم مثال، لو جيت النهارده قلت إيه؟ مدينة الإسكندرية مدينة مليئة بالسكان أو مزدحمة بالسكان،
فهل هذا معناه إن مدينة اسكندرية أشد زحاما من مدينة القاهرة؟ أبدا. أنا قلت مدينة اسكندرية مدينة مزدحمة مليئة بالناس الطيبين الجمال، فهل معنى ذلك إن أنا نفيت إن عدد سكان القاهرة أكبر من عدد سكان اسكندرية؟ لا، ما نفتش. فالنبي لما ذكر إن النساء أكثر أهل النار لم ينفي أنهن أيضا أكثر أهل الجنة. وضحت كده؟ تمام. ولذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب الكتاب الماتع فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال: فيكون الجمع بين الحديثين اللي هو النساء أكثر أهل النار، والحديث الثاني اللي هو النساء إيه؟ لكل رجل امرأتان في الجنة. تمام كده؟ قال: فيكون الجمع بين الحديثين أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة. ده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. والإمام القرطبي وفق بين النصين بكلمة جميلة قوي، قال أن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة، فإذا بدأت الشفاعة وخرج عصاة الموحدين من النار ودخلوا الجنة بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين كان النساء أكثر أهل الجنة. ده رأي للإمام القرطبي. واضح كده؟ وأنا مع الرأيين، مع رأي الإمام القرطبي ومع رأي الحافظ ابن حجر، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن النساء أكثر أهل النار لم ينفي أنهن أكثر أهل الجنة برضو. فالنساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. والإمام القرطبي بيوضح أن ده ممكن يكون بعد الشفاعات، فيخرج عصاة الموحدين ومنهم نساء كثيرات من النار فيدخلن الجنة، فيزداد عدد النساء في الجنة فيكون أكثر أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أرى من البداية إن من البداية حتى قبل الشفاعات إن شاء الله النساء يكون أكثر أهل النار ويكون أيضا أكثر أهل الجنة. وبعدين لو المرأة من أهل النار، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها المخرج من ذلك بثلاث حاجات. الحاجة الأولى اللي هي إيه؟ اللي هي الصدقة. أكثرنا إيه يا معشر النساء؟ تصدقنا. والحاجة الثانية وأكثرنا من الاستغفار. تمام؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن نجاة المرأة من النار هيكون بكثر الصدقة وكثرة الاستغفار. وفي حديث تاني بقى رواه ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها اللي هو الصلاة الخمس، وصامت شهرها اللي هو رمضان، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم الذي قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عنه جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. بفضل الله ذكر للنساء الطريق الذي تنجو به المرأة من النار وتدخل به الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.